في مباراة نجمها الأول الحكم الدولي المونديالي أمين عمر اللي قدم وجبة تحكيمية 10 على 10، واحدة من أفضل مبارياته بالنسبة للأداء التحكيمي بين فريقي الإسماعيلي ومودرن سبورت في المجموعة الثانية من دوري المجموعتين الدوري الاستثنائي موسم 2025 بين الإسماعيلي ومودرن سبورت، صراع البقاء والهبوط بين الكبار. النهاردة شفنا وجبة تحكيمية أكثر من رائعة، ولكن يبقى السؤال: لماذا الأخطاء الكارثية اللي بتغير نتائج مباريات مع الفرق الكبيرة للدولي أمين عمر؟ ده سؤال محتاج لإجابة. بالنسبة للمباراة، الإسماعيلي بيلعب شوط أول 10 على 10، بيتقدم بهدف، 3 كور في القائم، والمدير الفني تامر مصطفى عامل مباراة 10 على 10. بننزل الشوط الثاني بنتفاجئ بضربة جزاء، محمد هلال بيترجمها الهدف، يتعادل مودرن سبورت، بيعود ليه الأمال مع بداية أحداث الشوط الثاني. ينزل البديل علي الملواني يدي هدية لمحمد هلال من قبل وسط الملعب، بيقبلها وبيترجمها الهدف، بيفوز بيه النهارده مودرن سبورت، يرفع رصيده ل 22 نقطة في المركز رقم 7 في جدول الترتيب في المجموعة الثانية في الدوري الاستثنائي. باقي له ماتشين بيحيي الأمال مرة ثانية في البقاء وسط الكبار. بعد فوز مودرن سبورت على نادي الإسماعيلي، جدول ترتيب المجموعة الثانية: في المركز الأول الجونة 30 نقطة، المركز الثاني نادي زد 30 نقطة، المركز الثالث طلائع الجيش 27 نقطة، الرابع انبي 25 نقطة، الخامس الاتحاد 25 نقطة، السادس سموحة 24 نقطة، السابع مودرن سبورت 22 نقطة، الثامن غزل المحلة 21 نقطة، التاسع والأخير الإسماعيلي 19 نقطة في موقف صعب جدا. باقي لسموحة مباراة وحيدة مع نادي زد صاحب المركز الثاني. مودرن سبورت صاحب المركز السابع باقي له مباراتين: مباراة مع الاتحاد، مباراة مع طلائع الجيش في الجولة التاسعة الختامية. نادي غزل المحلة باقي له مباراة مع الإسماعيلي، والاثنين أصحاب المركز الثامن والتاسع هتبقى صعبة جدا على المحلة والإسماعيلي. فاضل للإسماعيلي مباراتين مع المحلة قلنا ومع الجونة. صراع البقاء والهبوط هذا الموسم في الدوري الاستثنائي دوري المجموعتين موسم 2025 صعب جدا. وارد جدا الرابطه تطلع بقرار وتلغي الهبوط، كل شيء وارد. وما تكلمنيش عن قرارات ولجنه تظلمات واتحاد كوره ورابطه انديه، وما دام القانون محطوط كل شيء وارد، ممكن يلغي الهبوط. النهارده كرة القدم استثمار، رجال الأعمال هم اللي بيتحكموا. دور على الدوري هتلاقي فيه أندية جماهيرية: أهلي، زمالك، مصري، اتحاد سكندري، اسماعيلي، 5 أندية. بنحمد ربنا ان حد زي محمد مصلحي موجود في الاتحاد، حد زي كامل ابو علي موجود مع المصري. الاسماعيلي تعاقب مجالس الادارات، تراكم الديون، تراكم ايقاف القيد، مشاكل مادية ومالية كبيرة جدا للاسماعيلي قد تطيح بيه وينزل دوري المحترفين، ونتفرج على نادي جديد من الأندية الشعبية اللي لها تاريخ كبير جدا في دوري الدرجة الثانية. أول نادي حصل على دوري أبطال إفريقيا هم دراويش الكرة المصرية، نادي الإسماعيلي. وارد جدا يهبط السنة دي. الكرة النهاردة عزيزي المشجع أصبحت استثمار، رعاة، سبونسر، شركات اعلانات، شركات كوره، دعايه، فلوس، ملايين. النهارده كره القدم استثمار. وما تكلمنيش عن وفاء لعيبه للانديه الا من رحم ربي. النهارده اي لاعب بيلاقي في عقده قرشين زياده بيسيب النادي وبيروح للنادي اللي يدفع اكتر، وشفناها في اكتر من نموذج. النهارده علشان يحصل استثمار في الانديه الشعبيه زي الدوري الانجليزي، علشان كل بلد وكل مركز وكل مدينه يكون فيها نادي واثنين وثلاثه، صعبه جدا. كل مستثمر بيحط فلوسه في المكان اللي هو عايزه. مين هيهبط؟ مين هيستنى؟ كل الاماني ممكنه في دوري المجموعتين الدوري الاستثنائي هذا الموسم.